خميس، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلي انت ايه؟ مالك يا رمانه؟ بصراحه كده عايزه امشي. تمشي ليه؟ أمانة سعادتك رمت الكل ورا ظهرها عشان خاطره. الدنيا دي ضيقة قوي، كله منفذ على كله. يا بس ايدي عشان ما اقولش. ولسه هتبوس اكتر. اللي تؤمر بيه سعادتك تحب ان ما انا احبش. هي هتجيلك وتطلب شغل، ساعتها هطلب اللي انت عايزه. سعادتك ناوي؟ من امتى يا مالت بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انا اسف سعادتك، نسيت. بعد اذنك. ممكن اتكلم مع سعادتك كلمتين؟ اتفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي تنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف. خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن البيت ده مليان ودان. يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله الله الله، ايه الغمال اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه، ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي، عملت ايه مع العمروتي مشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما يكسب. سيبه يزيط يا خال، ولا حاجه. خميس، ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا. ايه مالك يا رمانه؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شويه، حاسه كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحه. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شويه يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمه. هو بيفتح الساعه كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. ما تلف سجاره يا خال. ماشي. خلاص ما دام الدكتور قالك تسيبك من موضوع الخلفه، سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه موليه الحربايه اللي بره؟ خفيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها، عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها، واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بت هو انت قافشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور، وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هم هيستغربوا، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي لا انا اقول انت ما تعمليليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي، هيقوموا برضو يستغربوا وعارفين ان انا ما بطيقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. ايه اللي ما تقوليليش
انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي. ويا خبر النهارده بفلوس، بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي، انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني نقرا الفاتحه يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبه؟ مخطوبه لمين يا باشا؟ سمي يا حاجة. ده كله يا خميس. تمن البضاعة الطاق 3. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. أنا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع، لا. وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعة تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعة المتباعة، لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاوية يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى يا واد. ستوب. بسم الله يا رمان. بالهنا والشفا. شلبي، أمرني. حاجة ساعة للنجمة بسرعة. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الستيج علشان انتوا كلكم في الرقصة بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي، وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس أنا أكرم منك ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا ملط. أنا ماليش في الغصب وأنت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد. قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة، اشبكي إيدي في إيدك كده، وشبكة ال10 الكرام دول ومليكة عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، انا ما بقيتش اكل من الكلام ده. اسمع بس اللي انا جايه اقوله لك. أمورين. الباشا قال لخميس ايه؟
الحاجه الساقعه المتكتكه حصلت لنا البركه. بالريق كده. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتهدفوا شمال. الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ يروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين. من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش شلبي امرني. اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عينيا. يا نعم يا حاج. شربيه بتقول انك عايزاني. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حاجه، اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني. ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عينيا. شو، نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادرة، دماغي هتنفجر من كتر القراية. الألم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانة؟ هروح عند أهلك الدكتور وهخلي الممرضة تجيب لك مسكن. مسكن ايه؟ ده انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينامنيش طول الليل. طب استني بس ما نقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات أمنية. وانتي ناوية تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. يا بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خد انت كفايه عليكي نص حبايه. بس اوعى شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ خلصي هاتي قبل ما حد يشوفنا. ترامادول؟ ما قاليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا ما شفت في ايديها يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصتوا الشاي يا معلم؟ تسلم ايديك، شيليه. بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهرة زي دي تترقص مع كل واحد شوية؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت، اقعد. وادي الحجر. بنت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عينيا. بس البت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحة مقشرة. هتقول لي انا قصدي على فريدة بنت العمروطي. ما انا عارف يا عم انها فريدة بنت العمروطي، عارف. البت دماغها عالية قوي يا حاج. ايوه. ضريبة قراري. هي عالية قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على اسنانها. مش سهل، صعب قوي. البت دي بسبع ارواح ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا رقص لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سنه. حلاوتك يا معلمه في جو ميم الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار. سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه فيها يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ بس انا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو ايه اللي في بالك يا معلمه؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. الحجر عندي صح. سلامة الشوفة يا معلمة. يما سمعتي ايه؟ انت على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه يوم. ولا حاجة، ولا طردتيش كلام ولا أي كلمة؟ لا بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه.
بس لسه تايهه منه. بصي براءه في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كالمحيط. حاجة ايه دي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما لم يشخط فيا. مخطوبة؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي جاتك نيله وانت مالكيش لازمه. كل ده ماليش لازمه. طيب مصيبه تشيلك. وانا ايش عرفني؟ وانا مغسل وضامن جنه؟ امال ليه قلت لي ان الجوازه 1000 بعد الشر مش هتتم؟ احساسي، ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانه؟ يا اخويا ما تعيش عيشه اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمه حاجه. بقول لك ايه، خميس لو عرف اياته حاجه هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب، هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشه اهلك. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضتي القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له. طلعنا انا بقى من نافوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسه. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي. يا بت بلاش تبقي عامله زي الحرامي لهبل، عيب كده، احنا في الشارع الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يا بت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي لواحده خلاصه القول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا. نوفل يا استاذ، الجورنال والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ اه. ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخلق. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. اعرف اللي فيه شقه. طب هات شقه فول وقول لي على اللي فيه شقه. اول ما شفتها طالعه هي ومرات خاله العايقه دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذه وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان ابلغك. انت متاكد ياض انها مرات افندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولايه دي؟ ايوه يا ست مطره. مراته ومرات خاله. ايوه هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذه بعافيه حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولايه دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيمياء يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومه. عن ايه؟ حنتومه. طب وانطر انت. ماشي. حنتومه. دي حلوت قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسه مش قادره اتلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنتي مرعوبه كده لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم والمره دي كوم تاني خالص. الاتنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. الملط مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للملط يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عرف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افندينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟
انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه. اثبت لك ان الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس لا مش بس، لان بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الاطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الاطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست مطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي بالراحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت، اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا يا بنت امشي روحي شوفي شغل. ياه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك، انا عايزه اريحك. يا سافله يا واطيه، امشي يا بنت غوري. ام سافله قوي، وفي احلى منها؟ شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بعيد مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار، ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني ادين لحد، بس يلا كله يهون عشان خاطر عيونك انت يا قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. بياقة. عسل قوي بقى دي. طب حس كده بقى، يا كبي. يلا يا خشي يا حبيبتي، اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور، اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامه كفر الشر؟ مالها يا وليه؟ ما هي كويسه اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. ايه؟ جلوكوز؟ طب والختمه الشريفه ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغايه بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شويه وتاخد الدواء، وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الاوضه عشان ترتاح. ايدك معايا يلا يا شربيه. يا عيني على اللي نابك، يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي، ده جتتها متلجه. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمه هنا. وطي صوتها، هي معقوله تكون وقعت من نفسها كده؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ هي متلزقه يعني؟ خش دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا.
الله ليه؟ مش دي الخلطة بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام سامية تروق الاناني. الخلطة اللي أنا عملتها هي اللي أنا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب، وعيني. على فكرة أنا في كل ده لقيت حاجة تخصك. إيه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليلة تشبه الليلة دي. رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده. خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما أقولكش، وخصوصا لما جالي خبر إن أنت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه؟ لما هي من أبو بلاش. يا رب. مين اللي بيخبط؟ انا يا هبله. بيسا سيبتي ركبي. انت مالك يا ابله في ايه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت اجي افرط لي حبايتين. بلاش. البت دي خدتك ورحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا وما تقوليليش عند الدكتور. انطقي، رحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك، مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حتة عيل يشيل اسمه. واذا كان الزار بيجيب فايدة كنت جبتلك الزار لغاية هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عيشنا. خمد دلوقتي، ولما يجي جوز التانية انا ليا كلام معاه. افتحي الباب. اللي انت بتهببه ده هتدخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغميق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصل انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس، ولا هتقولي لي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قلنا جايين نفتح صفحه جديده. اقعدي يا بت، اقعدي.
معلش يا رمانة معلش. اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براءة، أنا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشه في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس، افندينا. حلوه السكه بتاعته، عجباكي قوي. يكون في علمك افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة. براءة النوح، قبض الروح. بس انا جايلك النهارده عشان افتح معاكي سكه جديده. هحط ايدي في ايدك يا رمانه وهفتح لك طاقه القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. اما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في اوضه ضلمه معفنه لغايه ما تفطسي وريحتك تطلع. انجز يا براءة، هات من الآخر، أنت عايز إيه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوفي يا بنت الناس، في مصلحه بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيبي لي اخبار خميس اول باول، وانا هديكي 10 اضعاف اللي بتاخديه من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ أنت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها أحلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو؟ أنت عايز إيه بس؟ أنا معرفش أياتها حاجة. عارفة كتير وهتعرفي اللي أكتر. طب ما أنت دلوقتي كبير السوق، عايز إيه تاني؟ أنا هستناكي تيجي تبخلي البقين اللي أنا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكرة براءة بيعرض العرض مرة واحدة بس، مرة واحدة، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الأوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. أنا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزة. زي ما انت شايفه والله يا ابله جرجروني غصب. الله يخرب بيتك، يخرب بيتك يا بيسة. ايه ده يا ابله؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتحي. خميس؟ براءة ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. الطرفة المقفولة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. انت تخبي فيها، عاملة حسابك على كل حاجة. انت فاكراني ايه يا بت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجالة بشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجة. انا والله والمصحف ما عملت حاجة. والعمود
واللي بينكوا ده كان ايه؟ العمروتي الزبالة ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزباله ولاد الكلب. يا بنت فاكراني عيل بريالة؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلقوا اللقطه دي، ولا واحده زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولمتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانه في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا.